حاليا بنعيش مرحلة مهمة من تاريخ ال WWE. شكلنا خلاص بنودع عصر البي جي بعد 17 سنة من ظهوره. ومهما كان العصر اللي داخلين عليه فما اعتقدش انه هيكون اجمل وانجح من اهم عصور المصارعة على الاطلاق، الاتيتيود ايرا. بس ازاي اصلا بدأ العصر ده؟ بعد أي حقبة عظيمة عادة ما تليها فترة من الركود تمهد إلى حقبة أقوى وأعظم. المقولة دي متفصلة تفصيل على اتحاد ال WWE اللي من وقت استحواذ فينس عليه سنة 82 وهو كان في ازدهار من كل الجوانب. وصل ذروته في WrestleMania 3، العرض اللي وسع قاعدة المصارعة الجماهيرية بشكل كبير وحضروا تقريبا 93173 شخص. حقبة الثمانينات كانت حقبة عظيمة، لكن سرعان ما تلتها فترة الركود في بداية التسعينات عشان حصلت أكتر من فضيحة في الاتحاد. منها مثلا على سنة 82 واحد اسمه توم كول، وده كان عامل في إنشاء الحلبات، رفع دعوى قضائية ضد ال WWF بيقول فيها إن تم التحرش بيه من عدة مصارعين. وفضيحة تانية في نفس السنة اتهم الطبيب الخاص بالاتحاد جورج زهوريان ب 12 تهمة اللي بيع منشطات الاسترويد للمصارعين، عشان في الفترة دي كان سايد موضوع الأبطال الخارقة وكده، فهم كانوا عايزين يحافظوا على شكل جسمهم. واعترف فينس كمان إنه كان بياخد المنشطات من نفس الدكتور. الكلام ده كان من سنة 88 إلى 91، ولسوء حظهم أمريكا تبدأ تحظر استخدام المنشطات في الفترة دي، فيتحكم على الدكتور ب3 سنين سجن، وكان مقرر يتحكم على فينس 8 سنين سجن مع غرامة قدرها $1.5 مليون بتهمة توزيع المنشطات برضه. بس بعد 18 يوم في المحاكم طلع منها زي الشعر من العجين، بعد ما خلى مجموعة من المصارعين أبرزهم هالك هوجن يشهدوا في المحكمة إنه بريء. فينس خرج منها تمام، لكن الاتحاد لا، لأنه اكتسب سمعة سيئة بين الجماهير، وعلى حساب السمعة دي رحل أكتر من نجم أبرزهم هالك هوجن نفسه. والأسوأ من ده إن بدأ اتحاد جديد كده ما بقالوش 5 سنين يطلع فوقيه. الاتحاد ده كان WCW. ال WCW في البداية كانت مجرد عرض تلفزيوني في جيم كروكت بروموشنز، لكن على سنة 88 بدأ البروموشن ده يواجه مشكلات مالية كبيرة، فيقرر يشتريه رجل أعمال تيد تيرنر مؤسس TBS وشبكة قنوات CNN وTNT وكارتون نتورك. يعني كان راجل تقيل ومعاه فلوس مش بتخلص. الراجل ده أعاد تسمية البروموشن بدل جيم كروكت لل WCW، ودي كانت البداية الحقيقية للاتحاد. المهم الاتحاد ده في الأول واجه مشاكل كتير في العروض والدعاية لحد ما تعين شخص كان جديد على المجال وقتها، كان إريك بيشوف. الراجل ده كان كنز في ال WCW لأنه كان عبقري وفاهم بيعمل إيه، وبسبب إمكانياته دي كان شايف إنه يقدر يتنافس راس براس مع ال WWF. فراح عرض على رؤسائه زيادة في الميزانية، وراح نقل كمان الإنتاج بتاع الاتحاد لاستديوهات ديزني هوليوود عشان يخرج العروض بأفضل شكل. وهو هناك جاب هالك هوجن اللي كان بيصور مسلسل ثاندر ان بارادايس. المهم عرض عليه إنه يوقع معاه عقد بامتيازات جبارة، منها إنه ظهر ما ظهرش هياخد فلوسه كاملة، وهيكون واجهة الاتحاد، وهيحصل ماتش الأحلام بينه وبين ريك فلير. فبسرعة وافق هوجن ويحصل الماتش فعلا، ويكسب حزام ال WCW في أول ليلة ليه. كل ده كان في ظل أزمات ال WWF، ومع افتقارهم من النجوم الكبار قرروا يصعدوا نجوم أصغر شوية زي شون مايكل وبريت هارت واندرتيكر، بس ما كانوش لسه النجوم اللي يشيلوا الاتحاد. وعلى سنة 95 يضرب بيشوف ضربته الأكبر ويعمل عرض WCW مانداي نايترو عشان ينافس ويضغط أكتر وأكتر على WWF وعرضهم مانداي نايترو، لأنه كان هيبثه في نفس الوقت بتاع الرو أي من 9 ل 11. صاحبنا يسكت على كده أبدا. استغل إريك بيشوف إن ال WWF متضايقين من مجموعة شباب كده عاملين نوش في الاتحاد، منهم النجم الصاعد شون مايكل تريبل اتش وشون والتمان وسكوت هول وكيفن ناش، كانوا معروفين باسم ذا كليك. المجموعة دي وخاصة مايكل وسكوت هول وناش كانوا بيتمتعوا بفلوس كبيرة في الشركة، يعني ممكن يدخلوا في سيناريو يرفعهم لفوق، وممكن يدخلوا في سيناريو تاني يدمروا بيه أي حد مضايقهم. بريت هارت قال عليهم قبل كده في مقابلة قديمة إنهم كانوا سرطان في أوضة خلع ملابس. فال WWF كانت عايزة تفكك الجماعة دي بأي طريقة، فقررت تنهي عقود 2 منهم. الاتنين دول كانوا سكوت هول وكيفن ناش. بيشوف ما استناش، على طول وقع معهم عقود ودخلهم في العروض بطريقه صايعه. قال لي يعني ان الاثنين دول جايين من ال WWF عشان يدمروا ال WCW. ومعاهم عضو ثالث لسه مش معروف. The big man and the medium-sized man and our surprise buddy are gonna carve them. والسؤال كان يا ترى مين هيتحد معاهم؟ الإجابة دي اتعرفت في 7 يوليو سنة 96 عشان العضو الثالث ده كان هالك هوجن. هوجن اللي كان أكبر فيس وقتها محبوب الأطفال اتحول لهيل. كانت لحظة صادمة ومميزة في تاريخ المصارعة.
You fans can stick it, brother. This right here is the future of wrestling. You can call this the new world order of wrestling, brother. ويتكون ال NWO. من بعد ال NWO ال WCW بقت أفضل اتحاد مصارعة في العالم بفرق كبير عن WWF اللي كان رد فعله ضعيف وقتها، كان حرفيا بيقدم كرتون. من اللي عمل مثلا إنه لبس راكيشي قناع وكان بيطلعه تحت اسم السلطان، ده غير موضوع رهبات الحب، كان إفلاس فكري واضح. ده في ظل ان ال WCW عماله تتفوق وتستقطب نجوم من كل مكان امثال راي وايدي جاريرو، مع اول ظهور لبيرسونا ستينج الاسطوريه وسلسله جولدبرغ، واكيد معاهم ال NWO. ده ساعد الاتحاد يتفوق على الرو فيما يدعى بحروب ليله الاثنين ل 83 اسبوع على التوالي. بيشوف كان بيعمل اللي هو عايزه لدرجه انه كان بيسرب نتائج عرض الرو لايف في العرض بتاعه. يعني ال WCW كانت مكتسحة بالطول وبالعرض، بس في ظل كل السواد ده يظهر بصيص من الأمل لل WWF. ماكمان بذكاء استغل غلطة واحدة بس من WCW، وهي المبالغة في استقطاب النجوم الكبيرة والتمطيط في قصة ال NWO، مع عدم اهتمام بمصارعيهم الشباب اللي كان منهم ستون كولد ستيف أوستن، عشان في سنة 96 وتحديدا في بطولة كينج اوف ذا رينج بعد هزيمته لجاك ذا سنيك يعمل برومو تخلد في التاريخ، وكان بداية أوستن 316 اللي نعرفه النهارده. Austin 316 says I just whipped your ass. بس بالرغم من كده كانت لسه برضه الفجوة عمالة توسع بين الاتحادين، فيقرر ماكمان يجرب حيلة أخيرة بأسلوب جديد ولازم الكل يشوفه، فعشان كده على أواخر 96 يبدل موعد عرض الرو، بدل ما كان بيتعرض من 9 ل 11 خلاه يتعرض من الساعة 8 ولمدة ساعة بس، وده عشان يهرب من منافسة نايترو. ومع أول عرض رو في الفترة الجديدة يصدم ال WWF الجماهير بالأسلوب الجديد ده اللي فيه شتايم وعنف. ظهر ستون كولد ستيف أوستن وهو بيحاول يقتحم من بيت المصارع براين بيلمان اللي كان ماسك مسدس وبيهدده بيه، كانت حاجة جديدة وشدت انتباه الجماهير تاني لل WWF. أي نعم بعدها ماكمان اعتذر للقناة اللي ما كانتش متوقعة الأحداث دي بس من خلالها، لكن الأهم من ده إنه بدأ يمسك طرف خيط الانتصار في الحرب، لأنه كان عنده المصارعين الجامدين لكن كان ناقص الاستراتيجية، والاستراتيجية دي كانت السلوك المتطرف. The era of the superhero who urge you to say your prayers and take your vitamins is definitely passé. من دلوقتي المحتوى هيكون موجه للبالغين أكتر، وفي عنف وإيحاءات سياسية واضحة. خلاص انتهى زمن السوبر هيروز والأطفال، عشان في 10 مارس سنة 97 يتم تغيير اسم عرض الرو لرو إز وور للإعلان رسميا عن شن الحرب على WCW، الحرب اللي كان نجمها الأول أوستن اللي بعد البرومو بتاعه بدأ يخبط في أكبر اسم في الشركة في الفترة دي بريت هارت، فدخلوا في عداوة ذروتها كانت في ريسلمانيا 13 بماتش عظيم بكل المقاييس، من الجماهير للأداء للقصة كله كان مثالي. بس الأجمل كان التحول اللي حصل في المباراة. في البداية بريت هارت كان الفيس وأوستن الهيل، لكن مع النهاية اتعكست الأدوار بطريقة عبقرية، لما بريت هارت كان عامل شارب شوتر لأوستن اللي وشه متغرق دم، ورغم كده رافض الاستسلام فيغمى عليه والحكم من الماتش بفوز بريت هارت، لكن الجماهير كانت بتحيي أوستن لكنه هو اللي كسب. ومن الوقت ده تقدر تقول ان أوستن بقى المحارب الجديد للاتحاد، بس في نفس الوقت كان في مشكلة بالنسبة للمحارب القديم. بريت هارت كان بطل ال WWF واكبر اسم في الاتحاد، وغير كده لسه رافض عرض كبير من WCW، يعني كان عنده ولاء كبير لفينس، لكن كل ده اتغير 180 درجة في كام شهر بس. ما كانش فيه فلوس كافية في الاتحاد، فطلب ماكمان من هارت انه يعيد فتح التواصل تاني مع WCW، ووقع هارت فعلا عقد مع الاتحاد المنافس، وده خوف فينس ماكمان بسبب انه كان البطل ممكن يعمل زي ما عملت المصارعة ألانترا بليز لما راحت ال WCW وهي بطلة، قامت واخدة حزام ال WWF وقدام العالم كله رميته في الزبالة. And that's what I think of the WWE Women's Championship belt. هارت برضه كان عنده مخاوف انه لما يمشي يتم التراجع عليه زي ما حصل مع هوجن ورين سافيج، فقعد مع فينس واتفقوا انه مش هيتم التراجع عليه لو راح WCW، واخر ماتش هيلعبوا في الاتحاد مش هيخسروا عشان هيكون قدام شون مايكل اللي بينهم مشاكل كبير مع بعض، ويبقى يسلم الحزام باي طريقه تانية لاي حد. فينس قال له تمام، بس لا طبعا مش تمام. فينس عمل مؤامره ضده مع شون مايكل عشان يخسروا الحزام في الماتش. الفكره كانت ان بمجرد ما شون يعمل شارب شوتر الحكم يعلن على طول خساره بريت هارت ووسط ذهول منه، عشان يمشي بأكتر طريقة مثيرة للجدل والمعروفة بخيانة مونتريال. قبل المباراة دي لأول مرة ظهر شعار عصر الاتيتيود، وخلالها شفنا نبذة عن العصر اللي احنا مقدمين عليه.
بس الحالة كانت سلبية في أوضة اللبس بعد الواقعة دي. المصارعين كانوا على وشك صنع تمرد، ما بقاش عندهم ثقة لا فينس ولا شون مايكل، ده غير ثقة الجماهير ولسه متراجعين في تقييمات العروض. دي كانت النهاية المحتومة للWWF. لكن زي ما كتب الصحفي براين ألفاريز، عندما يتعلق الأمر بالمصارعة فينس ماكمان دائما ونضحك أخيرا. ماكمان كان عايز يخلق حدث عشان يلهي بيه الناس عن موضوع الخيانة ده. الحدث ده لازم يكون كبير والكل يتكلم عنه. تايسون اللي كان حديث العالم وقتها، لأنه كان لسه عاضد ودن إيفاندر هوليفيل وهو بيلعبه، واتلقب بأسوأ رجل على الكوكب. هو ده كان منقذ ماكمان. وفعلا تايسون جلب الاهتمام تاني للWWF بدخوله في سيناريو عداوة أوستن وشون مايكل، وفي ريسلمانيا 14 يكون حكم المباراة وأوستن يكسب اللقب. ومش بس كده، ماكمان اللي ما كانش أكتر من مذيع في الWWF دلوقتي استغل كره المشجعين ليه بسبب خيانة مونتريال عشان يبني شخصيته الجديدة كالمدير المتسلط المتعجرف اللي مش بيهمه غير مصلحته. وبعد التغييرات دي كلها أخيرا في 13 إبريل سنة 98 بعد تقريبا سنتين من الهيمنة التامة ينتصر الرو على نايترو في التقييمات. فينس بعد كده هيكون محور اغلب احداث العصر مع كوكبة المصارعين اللي كل واحد منهم كان بيمثل شخصية معينة. اوستن كان بيمثل الخارج عن القانون، المتمرد على مديره وعلى السلطة، اللي مش بيسمع كلام حد غير نفسه، وده اللي خلاه محبوب الجماهير لانهم كانوا شايفين نفسهم فيه. في الفترة دي كل الامريكيين كانوا كارهين رؤسائهم، فلما لقوا حد بيهين مديره بيحسوا بسعادة كده، سعادة تليها تحية اوستن الشهيرة في وش اي حد. دوين ذا روك جونسون كان بيمثل شخصية بطل الشعب رغم فشل في الظهور الأول، إلا أن بعدها كاريزمته وشخصيته كانوا طاغيين، من أول عباراته اللي بتعلق إلى أدائه في الحلبة. كل ده خلاه محبوب من الجماهير، وكان مختلف عن أوستن بحسه كوميدي، لكنه كان ضد الشخصيات الفاسدة والسلطة زيه. وبعد إصابة أوستن هو اللي شال الاتحاد. فريق الدي اكس اكتر فريق كان يمثل عصر الاتيتيود، لانهم كانوا حرفيا بيعملوا اي حاجه، ما كانوش متوقعين ولا عندهم حدود، لدرجه انهم حرفيا راحوا عشان يغزوا اتحاد WCW. شخصيتهم كانت فكاهيه ورؤيتهم في العروض كانت ممتعه، جمعهم مع الباقي انهم كانوا متمردين وضد السلطه كمان. الاندرتيكر كان معروف عند الجماهير من بدري، لكنه انفجر في عصر الاتيتيود، وكان بيمثل شخصية الخارق للطبيعة ذا ديد مان باسلوبه الغامض ودخلته المميزة. كان ويظل من اكتر الشخصيات المميزة في تاريخ المصارعة، وقصته مع اخوه كين واحدة من افضل القصص على الاطلاق. ميك فولي كان بيمثل الشخصية الطيبة أو الشخصيات، لأنه كان بيطلع بثلاث شخصيات، مانكايند، دود لاف، وكاكتوس جاك، وكل واحدة منهم كانت مختلفة عن التانية. كان عنده سبوتات كتير متتنسيش، من أشهرهم لما اترمى من فوق القفص بماتشه مع تيكر، لكن اللحظة الأفضل ليه كانت بمساعدة WCW نفسهم. فاكر لما قلت لك إنهم كانوا بيسربوا نتائج عرض الرو؟ ده بالظبط اللي عملوه. بس الجماهير اللي كانت بتتفرج لما سمعوا كده 600,000 متفرج قلبوا القناة على طول. الكل كان عايز يشوف مانكايند وهو بيغلب الروك. ومن لحظة قلب القناة دي الجماهير عمرها ما رجعت تاني لل WCW. عصر الاتيتيود اتعمل اصلا القضاء على WCW، وده اللي حصل فعلا، وكانت حقبة مليانة شخصيات ومصارعين مميزين، ومع الكتابة الجيدة كان الباقي تاريخ. الصراع القديم ده شبيه بالفترة الحالية بطريقة ما، عشان من وقت ظهور AEW والWWE فعلا بدأت تغير في جلدها. فهل التاريخ يعيد نفسه والنهاية تكون برضه لصالح WWE، ولا AEW هيكون لها رأي تاني؟